يلا بينا بنقطع الكوسة زي ما انتوا حضراتكم كده شايفين كده المنظر الجميل ده. بنقطعها الكوسة بتاعتنا صغيرة، هنقطعها يعني ايه نصين، بحيث ان هي تبقى تخينة قوي ولا رفيعة قوي، بالشكل اللي حضراتكم شايفينه الجميل دوت. بعد كده نقطع الكوسة كلها بالشكل ده كده، قطعناها. شايف السمك؟ هو ده اللي احنا عايزينه. نبتدي بقى ناخدها على الجريل، نديها صدمة على الجريل كده بفرشة زيت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. عشان ايه؟ عشان المية، الكوسة بتاعت المية متنزلش وتعمل مية في وسط البشاميل. البشاميل طبعا كلكم عارفين بيتعمل ازاي. هناخد بقى شوية البشاميل في الأرضية، نبدأ نرص الكوسة بتاعتنا طبقة في أرضية الصينية، طبقة شرايح جنب بعض كده نرصها. شوية بشاميل عليهم، نكمل بقية الفراغات ديت اللي موجودة دي نحط فيها الكوسة. نبدأ بنحط طبقة من نشوة لحمة مفرومة كده متعصرة، نبدأ نحط عليها اللحمة بتاعتنا دي، طبقة كده كويسة مش مكلفة، بسيطة حوالي ربع كيلو. شوية رشة موزاريلا كده عليها في النص كده، ونبدأ بقى نقص الطبقة بتاعتنا من الكوسة، بقية الكوسة نقصها في الطبقة الأخيرة بتاعتنا ديت. يعني طبقة كوسة، طبقة لحمة، طبقة كوسة مرة تانية. كل الكوسة اللي باقية ده هنحطها في الوقت ده. نبدأ بقى نغطي الطبقة دي بطبقة بشاميل محترمة، طبقة بشاميل سميكة كويسة يعني، عشان الكوسة كلها تتجرى معايا. زي ما حضرتك كده شايفين بنغطي البشاميل الكوسة كلها بطبقة بشاميل بالظبط كده، نسويها نرجها رجة كده بحيث ان تملى الفراغات كلها. ولو في موزاريلا موجودة او متوفرة نروح رشين رشة كده جميلة جدا عليها كده، وندخلها الفرن على درجة حرارة 250 على الرف اللي في النص بتقعد حوالي نص ساعة و5 دقايق. هتطلع لنا بقى بالمنظر الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، لذيذة خفيفة مفيهاش مية ومتماسكة، مفيهاش مية خالص. سوي نزلت من الكوسة لأن الصدمة بتاعة الجريل منعت السوائل تنزل، ونستفاد بيها في القيمة الغذائية بتاعتها. جميلة، ريحتها لذيذة جدا، أكلها ممتع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جميلة. ونبدأ بقى نشوف نقطع كده حتة منها. بسم الله ما شاء الله. البشاميل الكريمي زي ما حضراتكم شايفين كده، والطبقة اللي على الوش بتلمع كأنها كريستال، جميلة جدا لذيذة وخفيفة، وبالهنا والشفا، وربنا يبارك في اللي بياكل.